أفضل 10 أفلام مصرية صدرت في 2025. في الفيديو ده هقدم ليك القائمة النهائية لأفضل 10 أفلام مصرية صدرت في 2025 بالترتيب المعكوس، يعني من 10 ل1، والترتيب هنا مبني على التأثير الجماهيري والنجاح الفني لكل عمل، وكمان رد فعل الجمهور على الفيلم نفسه. بس في البداية برشح ليك موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قائمتنا. في المركز العاشر معانا هو فيلم هيبتا 2 المناظرة الأخيرة. 3 قصص لناس جربوا الحب بالطريقة العادية، وهحكي معاهم قصتي أنا كمان. الفيلم قصته بتدور حوالين مناظرة فكرية ساخنة ما بين شخصين عندهم رؤيتين مختلفين عن مستقبل الحب في زمن الذكاء الاصطناعي، وبالتوازي مع المناظرة الفيلم بيستعرض 4 قصص رومانسية لأشخاص بيتأثروا بالتكنولوجيا في قراراتهم العاطفية. ازاي جايه تقنعي الناس انك هتلاقي لهم الشخص المثالي ليهم وانت مش مؤمنه بالحب اصلا؟ وقصص الحب دي بتتشابك مع بعضها وبتطرح أسئلة وجودية عن المشاعر والاختيار، وهل الخوارزميات تقدر تحدد مصير العلاقات الإنسانية فعلا؟ قلت ليه ما اعملش برنامج ذكي جدا يخليك تعيش قصة الحب كلها من غير ما تقابل الشخص الحقيقي؟ الفيلم خرج عن شكل أفلام الرومانسية المعتادة وقدر يقدم فكرة جديدة بتناسب العصر الحالي، ومع الأداء التمثيلي القوي والموسيقى التصويرية المميزة والصورة اللي كانت على أعلى مستوى قدر يعمل حالة نقاش كبيرة ما بين الجمهور، وده خلاه تجربة سينمائية مختلفة ومؤثرة في 2025. حابب اعرفكم بالاي اي بتاعي يا جماعه. وطبعا مفيش حاجة اسمها هيب. وفي المركز التاسع معانا هو فيلم المشروع إكس. الفيلم قصته بتدور عن عالم مصريات بيقود فريقه في رحلة مليانة مخاطر علشان يكتشف سر قديم مرتبط بطاقة داخل الهرم الأكبر. الرحلة دي بتنقلهم ما بين دول مختلفة، وفي نفس الوقت بتظهر منظمة دولية غامضة بتحاول تمنعهم من الوصول للحقيقة. الفيلم بيتميز بتنفيذ تقني ضخم جدا وشكل بصري قريب من الافلام العالميه، وده خلانا نقول عليه ان هو قدر يقدم تجربه اكشن مختلفه في السينما المصريه السنه دي. انا عايز اوصل للغرفه السريه في الهرم الكبير. وفي المركز الثامن معانا هو فيلم الشاطر. ده بيلعب لعبه مشادة. الفيلم قصته بتدور حوالين دوبلير مشاهد خطرة بيعيش حياة هادية لحد لما عصابة دولية بتخطف أخوه، وبيضطر يدخل في مغامرة حقيقية بعيدا عن التمثيل. وانا هغلب معاكم، ده انا ضارب بويكا يا صيع. وبيستخدم مهاراته المهنية في المواقف الخطيرة اللي بيمر بيها اللي مليانة مطاردات وأكشن، وفي نفس الوقت بتظهر مواقف كوميدية نتيجة لشخصيته الهادية وسط عالم الجريمة. ده باشا تركيا ده. الفيلم نجح يقدم خلطة بسيطة ومسلية بتجمع ما بين الأكشن والكوميديا من غير مبالغة، وده خلاه من أميز الأفلام اللي صدرت في 2025. ليه؟ ارجع بس. وفي المركز السابع معانا هو فيلم الدشاش. اهلا بيكي في عالم الدشاش. الفيلم قصته بتدور حوالين رجل أعمال صاحب نفوذ ومال هليلي، حياته مليانة صراعات وأعداء، ولكن أزمة صحية مفاجأة بتخليه يعيد التفكير في الماضي وبيحاول يبدأ حياة جديدة ويتوب عن كل اللي فات. يا رب افتح لي بقى برحمتك يا رب، افتح لي يا رب. بس ماضيه الإجرامي بيرفض يسيبه وبيحاصره في صراع نفسي حاد بين التغيير والبقاء. الفيلم قدم محمد سعد بشكل مختلف تماما عن المعتاد، وظهر بأداء هادي وعميق بيناسب القصة المطروحة، ونجح بشكل جزئي في استعادة ثقة الجمهور في قدراته التمثيلية بعيدا عن الكوميديا السهلة اللي كان متحاصر فيها آخر كام سنة. شفت بلطجة كده قبل كده؟ وفي المركز السادس معانا هو فيلم ولنا في الخيال حب. أول ما شفتها وقعت في حبها على طول. الفيلم قصته بتدور عن أستاذ جامعي انطوائي عايش في عزلة اختيارية لحد لما بتدخل في حياته طالبة شابة مضطربة عاطفيا، والعلاقة ما بينهم بتتطور تدريجيا وبيخلط ما بين التعاطف والمشاعر المكبوتة والخيال. الفيلم اعتمد على الهدوء والبساطة في السرد وركز على الصورة والمشاعر أكتر من الحوار، وده خلاه تجربة سينمائية مختلفة ومميزة اللي بتناسب الجمهور اللي بيحب الأفلام النفسية والهادية. أنا كان بقالي فترة مش حاسة إن نوح هو الراجل اللي أنا عايزة أكمل عمري معاه. ورقم 5 معانا هو فيلم الست. عارفة إن أنا هنجح. الفيلم قصته بتدور عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وبنشوف في الفيلم نشأتها الوسيطة في الريف لحد وصولها لقمة المجد الفني. الفيلم بيركز على الجانب الإنساني في حياتها وعلاقاتها وصراعاتها وكمان دورها الوطني المميز. آن الأوان للمرأة المصرية يكون لها دور وتمضي. الفيلم بيتميز بضخامة إنتاجه ودقته التاريخية وكمان الأداء القوي لمنى زكي، والإخراج والتصوير المتقن قدر يقدم سيرة ذاتية بشكل إنساني ممتع جدا بعيدا عن السرد الجامد أو الممل. على فكرة يا سوما صوتك مش أحلى حاجة فيكي.
وفي المركز الرابع معانا هو فيلم درويش. بيهتفوا باسمك في الشوارع. الفيلم قصته بتدور في أربعينيات القرن الماضي عن محتال ذكي ومرح بيعيش على المغامرات الصغيرة، ولكن الظروف بتخليه يدخل في صراع وطني أكبر منه، وبيبقى قدامه اختيار صعب جدا ما بين الهروب أو تحمل المسؤولية. مش درويش اللي قتل الكولونيل في عز الظهر اللي اتقال له الكلام ده؟ الفيلم جمع ما بين التاريخ والكوميديا والأكشن بشكل خفيف وممتع بصريا، وبيناسب كل الأذواق تقريبا، وده خلاه واحد من أجمل الأعمال السينمائية في 2025. لو مشيت في السكه دي ذنبك على جنبك. وفي المركز الثالث معانا فيلم فيها إيه يعني. كان ليا واحد صاحبي زمان كان بيحب واحدة. الفيلم قصته بتدور حوالين محاسب متقاعد عايش حياة روتينية لحد لما بيقابل حب عمره القديم بعد سنين طويلة، والعلاقة ما بينهم بتتجدد مرة تانية، ولكنه بيتصدم برفض المجتمع والأبناء لفكرة الحب في السن ده. الفيلم ناقش موضوع مهم جدا ونادر بطريقة سهلة وقريبة من الناس. ايه ده؟ مين ليلى دي بقى ان شاء الله؟ وباختصار شديد الفيلم بيعتمد على نفس الخلطة الناجحة لمسلسل موضوع عائلي. الانسان بيندم عن انه ما عملش، مش عن انه عمل. وفي المركز الثاني معانا هو فيلم 6 أيام. امال ازاي احنا عرفنا بعض لما تقابلنا صدفه من 7 سنين؟ الفيلم قصته بتدور حوالين يوسف وعليا اللي كان ما بينهم قصة حب قوية جدا في فترة المراهقة. تحس ان مفيش حاجه اتغيرت مع ان كل حاجه اتغيرت. وبيحصل ما بينهم اتفاق ان هم يتقابلوا مرة كل سنة في نفس اليوم، واللقاءات دي بتعكس تغيراتهم ونضجهم مع الوقت. نتقابل السنه دي ولا زي كل سنه؟ مش فاهم انت مين يا علي؟ الفيلم قدر يقدم قصة حب واقعية وبسيطة من غير كليشيهات، ومع الأداء الصادق والإخراج الهادي قدر يوصل مشاعر حقيقية لأي مشاهد بيحب النوعية دي من الأفلام. خايفه. اللي بينا ده ايه؟ انا ملزم بايه عشان اهرب منه؟ وفي المركز الأول معانا هو فيلم سيكو سيكو. هو انت ليه تمد ايدك دلوقتي؟ انت اللي بتمد صوتك. يا ما بنت صوتك دي انت بتقول على كلام. عمكم سايب لكم ورث. القصة بتدور حوالين 2 ولاد عم بيورثوا كمية كبيرة من المخدرات بدل الفلوس من عمهم اللي توفى، وبيقرروا يتخلصوا منها عن طريق ان هم يبيعوها في لعبة على الموبايل. اول حاجه لازم نعرفها ان الشغلانه دي خطر، لازم يبقى في سيستم، نظام كلنا نمشي عليه. بتاع يا عم انتوا جايين تقرفونا يا عم. ولكن الفكرة المجنونة دي بتخلوهم يدخلوا في مطاردات مع العصابة والشرطة. دي لعبه انا بشتغل عليها بقالي فتره، لعبه تبان قدام الناس هي لعبه عاديه جدا، بس في حاجه هتتباع في اللعبه لازم تعرفوها. ايه؟ سيكو سيكو. الفيلم كان من بطولة شبابية وكان مفاجأة السنة دي بلا منازع، وقدر يقدم كوميديا جديدة بفكر جديد وإيقاع سريع جدا، وباختصار شديد هو واحد من أفضل الأفلام المصرية الكوميدية اللي صدرت في آخر كام سنة. اسم لذيذ قوي، سيكو سيكو. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقول لك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وتقول لنا إيه أكتر فيلم مصري عجبك في 2025، وسلام.